راه قال لك العيد كبير ما كاينش هاد العام، قالوا راه ما غيكونش وغيأجلوه ولا غيلغيه ولا ما عرفتش غيديروا ليه. الله يعطيك الخير باش نتفاهموا انا وياك في هذا الفيديو. عطيني ودنيك، عطيني غير ودن وحده، عطيني اللي مني وخلي لي صريه لذاك الحديث اللي كيكون في الزنقه وكيدوروه في القهاوي. عطيني غير ودن وحده. اسمع، شحال هادي المغاربه كانوا تعيشوا ازمات، وكل ازمه كانوا كيلقاو ليها الحل. غير هو الحلول كانوا كيطعموها باشياء اخرى بحال الله يدير لنا شي تاويل الخير، الله يرزقنا، الله يرحمنا، الله يغيثنا. كان بزاف ديال الدعاوي كنطعموا بهذيك الحلول بيد ما لقيناهم او بيد ما حطينا ذوك الحلول بلاصتهم باش تحل. ولكن كن اكيد بان المرحله الجايه غادي نلقاو غير الدعاوي وما غنلقاوش الحلول، وغادي نكتفيو غير بالله يدير لنا شي تاويل الخير والله يرزق كل واحد. حيت فريمون الايام الجايه ايام صعيبه على المغاربه، حيت فريمون وصلنا لمرحله لا عوده من الازمات. وعرفتي شنو هي مرحله لا عوده من الازمات؟ هي اننا حنا كنوصلنا لواحد المرحله ديال ان ما يمكنش نفرحوا المغاربه كاملين بالقرارات لا الحكوميه ولا اي قرار اخر. يعني ما يمكنش شي قرار يفرح كاع المغاربه. الا خرجات مثلا قرار ديال الغاء عيد الاضحى كون اكيد غادي يدوز اكفس الايام عند الفلاحه والمربيين ديال المواشي. ولكن كون اكيد ان الاعوام الجايه غادي تكون اكفس عندك انت، حيت هذاك الفلاح ما غيصدعش معاك راسو العام الجاي وما غيربيش لك الاغنام. وسير كون انت الحجر ديك الساعه ولا عيد بالحجر، وديك الساعه شوف الحولي فين يكون. شي واخا تصب عندك الشتا واش واخا تصب الشعب كامل، والله الا لقيتي حولي ب 2000 درهم 3000 درهم، والله لا شريتيه، والله لا لقيتيه بعدا باش تشريه. دابا واش يسحب لك انت الغاء عيد الاضحى راه غيفرحك انت وغيقلق، راه ما بقاش. شوف راه وصلنا لمرحله مع هذه الحكومه الحاليه ولا التسيير اللي وصلنا ليه دابا، وصلنا لمرحله لا عوده من الازمات. يعني ما كاينش قرار اللي غيفرح المغاربه كاملين. الا هبطات الاسعار غيرتفع الغضب في جهه، وإلا ارتفعت الاسعار في جهه غادي يهبط الغضب عاوتاني مع الجهه. اليوم الفلاح ربي اللي عالم به بالقمح حيت نخافضوا الاسعار ديالو. الحكومه ملي كتحل هذاك صاحبك عندها الازمات في الفلوس، اعطي العاقه، ها هي غتعطي 500 درهم لكل راس غنم. اللي بغى يجيب الغنم من برا من رومانيا ومن يجيب لنا الحواله من رومانيا غتعطيهم 500 درهم الراس. الفلوس موجوده، ولكن ما غتفكرش لك في الفلاح المغربي. حيت هي شنو غرضها؟ انها تسكت اشرافات بالمدنات اللي كيدوروا بزاف ولاو كيهضروا بزاف وكيقولوا الحكومه السير ديالها هاوي وكذا. الغرض ديالها هي تقول لك الحولي راه ب 800 درهم، ها هو سير شري حولي ب 1000. اليوم العام الحولي غيكون غير ب 1000 درهم صافي. هذا هو الغرض ديالها. اللي بغى يجيب شي حولي من رومانيا غنعطيوه 500 نعاونوه ب 500 درهم الراس، ما غنعفيوش من الضرائب. هادشي اللي التصريحات اللي خرجت دابا من عند الفيدراليين ديال مربي المواشي، كيقول لك بان الحكومه رئاسه الحكومه وعداتهم ب 500 درهم كدعم لكل راس غنم. تخيل معايا كل حولي دخلتيه غتاخذ عليه 500 درهم. ولكن واش هادشي غيأثر على الجيب ديال المغاربه ملي غيمشيو للسوق، ولا غادي نشوفوا بحال العام اللي فات؟ عقلتي ملي سولتك السيد الوزير؟ السؤال غادي يكون موجه للسيد وزير الفلاحه وكذلك الحكومه حول المراقبه. بوادر ديال الاثمنه بدات كتبان سيد الوزير، اثمنه جد مرتفعه، ولكن الحكومه كطمن المغاربه ان العرض اكثر من الطلب. ولكن غير هذه الاسابيع قبل عيد الاضحى كنشوفوا الاثمنه بدات كتبان كتخلع الموظف ماشي حتى الفقير. يعني واش الظروف ديال المراقبه كيفاش غادي تتم سيد الوزير؟ الاسعار باش نكونوا يعني واضحين، الاسعار ملي كنقارنوها مع السنه الماضيه وحتى مع المعدل ديال السنوات هذا كاين بعض التغيرات، ولكن هي في نفس يعني لي فورشات. اليوم شنو كاين؟ ملي كنقول لكم كاين العرض ديال 8 المليون والتحصيلات 6.6 المليون، كاين من الاسعار كلها كاينه. ما يمكنناش نشوفوا غير هذاك اللي كيسوى 5000 درهم ولا اللي كيسوى 6000 درهم. علاش كنمشيو غير لهذاك؟ كاين ديال 800 درهم، كاين ديال 1000 درهم، كاين ديال 1500، كاين ديال 1000. العرض كاين ولي بورس كلهم كاينين. ودونك خصنا نعرفوا اوسي شكون اللي كيعطي لنا هذه الاخبار ملي كنبقاو نهضروا على الاسعار. ما سمعتش غنقول لك اي مسؤول سبق لي هضرت عليه ولا غادي نهضر عليه مستقبلا، غادي نقول لك غير كلمه واحده: قسما بالله ما ضرني وعودكم ولا كذوبكم اللي كتكذبوا على المغاربه. بالقدر ما ضرني هادشي اللي جاي للمغاربه هاد الايام هادي، حيت فريمون هادشي اللي جاي للمغاربه صعيب بزاف وما كاينش حلول من غير اننا نقولوا لهم الله يدير لكم شي تاويل الخير ويرزقكم، وخصوصا مولي الوليدات واللي عندهم وليدات، حيت هادشي اللي جاي صعيب بزاف. حيت المشكل ديال اسعار المحروقات راه اللي يحل غينفس على راسو ويهضر ويغوت وغيدير غتقاس جيبو وغيحط المحروقات ويزيد. ومطيشه كذلك غتعطي مرتك السيار وانت ما عارف شنو واقع لها في السوق، وكتقاتل وكتدبر وكتجيب من بلاصه كيلو نص كيلو وكتجي وكتسكت وكتوجد لك. بيكون اكيد الايام المقبله غتلقى مشكل مع اشخاص ما كيعرفوش شنو هي ما عنديش،
هما كيتسناوك بفارغ الصبر، وانت بالنسبه لك انك هذيك الدار عندك كحله. عرفتي غنوصلوا للمرحله الجايه قسما بالله الا مجموعه ديال المغاربه ما غيقدروش يدخلوا لديورهم، غيكون غادي للدار وما ما حاملش ديك الدار يمشي ليها، غادي لدارو باش يرتاح. وبالنسبه ليه ظلام. كنهضر مع الناس اللي عندهم وليدات اللي كيبقاو من 8 الصباح هما خارجين من الدار وتابعين زنقه بزنقه الهوندات اللي هازين الحواله، وكيقولوا وقتاش غير يجي بابا، ونطرحوا عليه غير سؤال واحد: بابا وقتاش غتشري لنا الحولي؟ وهو ربي اللي عالم به. انا راه كنهضر مع مول 5000 درهم ومول 6000 درهم في الشهر هذا العام هذا، اما مول 4000 درهم و 2000 درهم و 3000 درهم لتحت هذاك عليا نقول ليه غير الله يدير لك شي شاوي الخير وخلاص، الله يرزقك. انا عارف المغاربه راه توعد فيكم ما غينعس بالجوع، ولكن فريمون وصلنا لمرحله لا عوده من الازمات. هو اننا حنا وصلنا ان المرحله ديال ما كاينش حل، كاين اننا ندعيو مع بعضياتنا، ندعيو الله يدير لنا شي تاول الخير. ما كاينش حل، فايت كبير ما كاينش حل. المغاربه فريمون ما عندهمش، والله ما بقى شي واحد كيدخل فلوس درهم لجيبو. وكاينين اطفال ما كيعرفوش شنو هي ما عنديش، بالنسبه لهم هذا العيد هذا هو عيد الفرحه. عندك صاك عيد كبير عيد صغير هذا راه تقول سمحوا لي على هذا المصطلحات هذا، استغفر الله العظيم، تجيب ليه توني ولا تطلع على شي سروال كيطمه من جهه وتلبسوا ليه وتخرجوا. لا هذا حولي خاصو باع، خاصو يشوفوا في الدار وما غيعرفش ما عنديش. وكذلك الاب المغربي ما غيعرفش انه ما يبغيش يحرم ولده، حيت انت لما سريتيش جارك غيشري. ومين غتجي للدار غتبقى تسمع: خالتي خديجه شرات، الدار ديال فاطمه شرات، صاحبي ياسين شرا، صاحبي فاطمه شرات. غتبقى تسمع هاد الكلمات وانت ربي اللي عالم بك، هو غتقولها وفرحان وانت كتسمعها الله يدير شي تاويل الخير. انا كنتمنى اننا نلقاو حلول جذريه ماشي ترقيعيه. راه الدعم راه ما كيولدش الحلول، وانما كيولد العجز. تحياتي، والله يدير شي تاويل الخير، والله يرزق كل مغربي.